السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي المتابعين وأعزائي المشاهدين، اليوم إن شاء الله طبقنا فطائر. طبعا الحين نبدأ بسم الله. نبدأ المقادير والمكونات: 3 كوباية دقيق أبيض، كوباية جبنة مقشورة، جبنة مثلثات، 10 حبة تمر. طبعا هذه الثلاث المكونات بحشي فيها الفطائر: سمسم للتزيين، حبات البركة برضو للتزيين، كوباية زيت، ملعقتين طعام حليب بودرة، 3 ملاعق سكر، 3 ملاعق خميرة، نشا للفرد. بسم الله نبدأ الطريقة. نخلط الموية مع السكر مع الخميرة، نضيف الحليب والملح، الحليب والملح والزيت، الخميرة اللي مع السكر. نبدأ نعجن. الحين بعجن بيدي. أعزائي المشاهدين، الحين أنا كملت العجينة طبعا، وأخذت مني موية 1.5 كاسة، والحين أسيبها ترتاح تخمر. أعزائي المشاهدين، الحين ندهن الصينية اللي بنعمل فيها الفطائر. الحين أعزائي المشاهدين خمرت العجينة. الحين بنفردها بالنشابة. أحبائي المتابعين، الحين بقطعها من النص. أقطعها مثلثات. الحين أحبائي المتابعين، الحين طبعا بعد ما قطعت العجينة، في بعضها سويت لها بحشيها بالتمر، بعضها بالجبنة المثلثات، بعضها بالجبنة المالحة. طبعا هذه اللي بالجبنة المالح. أحطها. وهذه اللي بالجبنة المثلثات. هذه بلفها اللي هي بالتمر. اللي بالتمر بزينها طبعا الحين ادهنها بصفار البيض. طبعا قلت اللي بالتمر محشية بزينها بالسمسم، واللي محشية بالجبنة بزينها بحبة البركة اللي حبة السوداء نحن نقول. هذه نزينها بالسمسم، وهذه نزينها بالحبة السوداء اللي هي الحبة البركة، حبة البركة. أعزائي المشاهدين، طبعا أنا أفرد الفطائر بالنشا، والعجينة خليتها طبعا 20 دقيقة وخمرت، لأنه أعجنها بموية دافية. وبخلي الصينية نص ساعة تتخمر، بعدين أحطها بالفرن. أحبائي المتابعين، هذا أنا بحشي بالشوكولاتة. شوفوا هذا بالشوكولاتة.
طبعا أعزائي المشاهدين، هذا برضو فطاير بالجبنة. أنا طبعا شكلتها تشكيلة غير الأول، والحين إن شاء الله كذا نص ساعة وندخلها الفرن. هذه الفطاير قد خمرت نص ساعة، الحين بندخلها الفرن كمان. ندخلهم الفرن طبعا درجة الحرارة 160. بخليهم بالفرن من 20 دقيقة إلى 25 دقيقة. أعزائي المشاهدين وأحبائي المتابعين، الحين خلصنا من عمل الفطائر، والحين أقول لكم بالهنا والعافية، وإن شاء الله ينال إعجابكم.